في مشكله مفيش مين البلاي ميكر. لازم اي فرقه بيبقى فيها بلاي ميكر، هل هو ايمن حفني ولا ستانلي ولا شيكابالا؟ دي عامله مشكله كبيره. لكن في بعض الفترات لما كان ايمن حفني تحت رجله الكوره قدر نصنع خطوره لنادي الزمالك. نعم. لا وجود احمد جعفر استنلي حراس حربه ثانيه، حراس حربه ثاني يعني عفوا. لا يعني في البدايه انا عاوز احيي اشرف خضر على ادارته للقاء. يعني هو فاجئني بصراحه باسلوب لعب النادي الاسماعيلي من بدايه المباراه. لعب باسلوب ضاغط على لاعبي نادي الزمالك، وقدر ان هو كان بيستخلص الكوره وبيقدر يوصل لمرمى نادي الزمالك اكتر من مره. لو انت بصيت على الشوط الاول في خلال ال 30 او 35 دقيقه الاولى، النادي الاسماعيلي وصل لمرمى نادي الزمالك حوالي 6 أو 7 مرات بتسديدات من خارج منطقه ال 18، وفي نفس الوقت وصل بتمريرات بينيه وعلى اطراف الملعب. يعني لعب بشكل مميز جدا. صحيح. لو نادي الاسماعيلي بيلعب مبارياته بالمنظر ده، يعني ادي اللقطات قدامنا ايه، النادي الاسماعيلي هو اللي بيهدد نادي الزمالك. دي تسديده من ابراهيم حسن في بدايه اللقاء فيها توفيق كبير جدا وتالق من احمد الشناوي اللي فرق كتير جدا مع نادي الزمالك في الفرص اللي اتيحت للنادي الاسماعيلي. نعم. الحاجه الغريبه جدا انا شايف ان يعني من وجهه نظري يعني الروح اللي موجوده عند النادي الاسماعيلي هي غير موجوده عند نادي الزمالك. يعني النادي الاسماعيلي بيلعب بروح عاليه جدا. يعني بص ادي لقطه كمان مفيش اي تواجد او اي ضغط على لاعبي النادي الاسماعيلي. ادي الكره دي كانت ممكن تبقى هدف برضه تالق فيها الشناوي بشكل كويس جدا. دي تاني كره لابراهيم حسن. طب انت ابراهيم حسن هو اللي البلاي ميكر بتاع النادي الاسماعيلي، هو اللي بيوصل